إصدار شهادة لمدة 6 شهور بقى العائد بالبنوك، والعائد بيصرف مقدما. الأفضل من البنك الأهلي وبنك مصر. اربطها الآن. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك لتعم الفائدة. وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. لأن حاليا الجميع متخوف من الفترات الطويلة بسبب زيادة التضخم المستمر، وأيضا بسبب زيادة الضغوط على العملة المحلية بسبب نقص العملة الأجنبية، وأيضا التخوف من مراجعة صندوق النقد الدولي قريبا، وهو ما تم التصريح عنه أنه هيكون في نهاية 2023، والذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى. ولأن الجميع في حالة ترقب وتخوف، ولكن يطالب العملاء باستثمار أموالهم في أي فترة قصيرة، ولأن دفاتر التوفير العائد عليها بيكون صغير، وأيضا الشهادات المطروحة بعائد كبير هي لمدة 3 سنوات، وأيضا بعض العملاء ما بيعرفوش يستثمروا أموالهم في أذون الخزانة. لكن اليوم هنتعرف على أفضل فرصة لاستثمار أموالك في البنوك للفترة القصيرة دي، وهي حاليا مناسبة لمن منتظر إصدار شهادات استثنائية لمدة عام أو عام ونصف من البنك المركزي. تعالوا نتعرف على التفاصيل الجديدة. تقدر تستثمر أموالك الآن بعائد مدفوع مقدما، ويمكنك الاقتراض بضمانها 70% من قيمتها، وهي وديعة تم إصدارها جديد، إما 3 شهور أو 6 شهور. العائد على الوديعة مدة ال3 شهور بيكون 15%، أما العائد على الوديعة مدة 6 شهور بيكون 15.25%. يمكنك الحصول على العائد مدفوع مقدما، يعني أنت بتشتري وبتاخد العائد بعد الشراء على طول، وهي تصدر من بنك التنمية الصناعية بجميع فروع على مستوى الجمهورية. وانتظر باقي الشهادات، واللي مناسب ليك تقدر تربطها أو البحث عن شهادة مناسبة ليك في القناة. كل يوم بننزل كل الشهادات وكل العوائد، فما تنساش مشاركة الفيديو على كل أصدقائك على السوشيال ميديا، وما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل الشهادات القادمة.